السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، محبي قناة يقين. مرحبا بكم معايا في فيديو جديد اليوم إن شاء الله، فلوق جديد. بعد غياب طويل البنات، صراحة هذه الشهر ما حطيت لا فيديو لا والو. قلت علاش لا ما نبارطاجيش معكم هاد اللحظات الفلوق ديالي للمغرب. هاد السفر البنات للمغرب ما كانش متوقع صراحة، ما كنتش متوقع انني نمشي للمغرب، ولكن جا صدفة. كما كنقولوا الصدفة خير من الميعاد. صراحة مشيت للمغرب غير سيمانة، ولكن عجبني الحال بزاف بزاف بزاف، ما كنتش متوقع انني نمشي للمغرب. هنا البنات، راني في الطيارة، واخيرا 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 بعد غياب طويل ما مشيت للمغرب. شحال هذه عامين ما مشيت للمغرب من اللي دخلت هذه الجائحة ديال هذا الوباء. ما مشيت للمغرب، ما شفت والديا، ومني جات هاد الصدفه ديال المهم هنايا البنات صراحه مشيت للعرس ديال اختي. ما كناش متوقعين اننا نديروا العرس مع هاد الجائحه كما عارفين. صافي كنا باغيين غير ندوزو وصافي العرس، ما بغيناش نديروا شي عرس اللي هو كبير، بغينا غير نديروا غير شي حفله هكا صغيره. ولكن صراحه جات هاد الحفله درناها كبيره. فرحنا بزاف، ومشيت حتى انا حضرت معاهم لهذا العرس. واخيرا كما قلت لكم في ارض الوطن، كما كتشوفوا معايا دابا الطياره نزلات. صراحه قلبي لداخل تحل، كنت فرحانه بزاف 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 البنات ملي وصلت المغرب. المغرب ديالنا زوين صراحه، كنحماق عليه. سيرتو ملي ما كتمشيش كل عام، يعني كيجيك يعني كتوحشي بزاف المغرب، وكتوحشي بزاف الوالدين ديالك وداك الشيء راكم عارفين. يعني الناس اللي كاينين في الغربه راهم حاسين بيا بلا ما نبقى نعبر لكم. فوالا البنات، هنايا وصلنا المطار ديال الناظور صافي، وهنايا جيت عندي اختي وبابا غنشدو الطريق للدار. فوالا هذه هي حومتي. هنايا البنات جيت نيشان مع العرس ديال اختي، يعني في النهار اللي وصلت فيه انا للمغرب. داروا فيه العرس ديال اختي. كما قلت لكم ما كنتش متوقع انني نمشي للمغرب ونحضر في العرس، ولكن صراحه كتاب لي انني نحضر في العرس. وهنايا البنات جابوا العجل باش يتذبح العرس ديال اختي. الصراحه يعني دوزنا واحد العرس زوين بزاف. هاد العجله البنات في النهار ديال الحنه، نورمالمون العائله ديال العريس اللي كيجيبوا الدفوع بالدقه وداك الشيء كامل، ولكن مع هاد الجائحه وهذا الوباء اللي كاين، يعني تقداو كل شيء من الناظور حيت هما ساكنين بعاد علينا. ما جابوش الدفوع من الدار وداك الشيء كامل. حتى الغد ليه ديال العرس عاد جاو الاهل ديال العريس باش يحضروا معنا في العرس. هادشي اللي كاين البنات. المهم انا غنبارطاجي معكم بعض اللقطات من الحنه، وان شاء الله في الفيديو الجاي غنبارطاجي معكم العرس كي دوزناه وداك الشيء كامل. صراحه داز زوين زوين بزاف. ما كناش متوقعين اننا نديروا شي عرس بحال هكاك، يعني كنا متوقعين نديروا غير شي حاجه هكا بسيطه، ولكن صراحه جا داك العرس واعر. يعني اختي الصغيره يعني كتستاهل ما اكثر، ولكن سي دوماج مع هاد الجائحه وهذا الشيء كامل. درنا واحد العرس زوين، ولكن كنا كنتمناو نديروا ما اكثر. كنا كنتمناو نديروا في القاعه وداك الشيء ونحضروا يعني ندوزوا واحد العرس اللي واو. ولكن الحمد لله حتى هاد العرس داز زوين. صافي وهانتوما هنايا البنات جبنا الجزار اللي غيذبح العجل. ان فوا دخل العجل ذبحوا الجزار صافي. المهم خليكم معايا باش تشوفوا بعد لقطات من ليله الحنه، وان شاء الله استناو مني الفيديو ديال العرس. وهادشي اللي كاين، وكنتمنى لكم فرجه ممتعه، ومع السلامه. صلي على محمد، صلي على لما ذكر محمد لا خير فيه. صلي على محمد، صلي على
البارح عمرة واليوم اخوان. الله صلي وسلم عليه سيدنا محمد عليه السلام. جيبوا الحنة جيبوا هدي نحني العروسة ونمشي في حالي. الله صلي وسلم عليه سيدنا محمد عليه السلام. يدك مليح للحنة يا لالا، خاتم جديد لازمنا خاتم جديد لازمنا. يدك مليح للحنة يا لالا، خاتم جديد لازمنا خاتم جديد لازمنا. وجمع رضاك يا لالا وجمع رضاك وديه معاك يا لالا وديه معاك. يدك مليح للحنة يا لالا، خاتم جديد لازمنا خاتم جديد لازمنا. وافتح الباب يا لالا وافتح الباب فوجا الحباب يا لالا، خاتم جديد لازمنا. يدك مليح للحنة يا لالا، خاتم جديد لازمنا خاتم جديد لازمنا.